السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم لؤي. اليوم غادي نشارك معكم حريشات بالبلبولة ديال الشعير. تشهيت شي حاجة هكذا نفطر بها بلدية تكون وصحية. لهذا بقى لي واحد شويش ديال الكسكسو عملته البارح، بقات لي شويش ديال البلبولة الشعير. ايوا قلت علاش لا غادي ندير بها حريشات كيجيو بها لذاذين وغزالين. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقة والمكونات. اليوم غنوجد معكم الحريشات اللي صحيين بزاف وكيجيو لذاذ ما تشبعوش منهم. غادي نوجدهم بالبلبوله ديال الشعير اللي مفورها، حضرت بها الكسكسو وشاط ليها شويش فما غاديش نضيعو. في الغالب كندير به سايكوك لوليداتي، لكن دابا ما بغاوهش ما غاديش نضيعو، غادي ندير به حريشات صغار كيجيو غزالين ولذاذ. المهم عندي مفور هنا غير بمليحه والزيت، يعني ما فيهش لا يبزار ولا سمن. وهنا عندي جوج كيسان ديال السميده متوسطه اولا رقيقه على حسب اللي بغيتو، وعندي شويش ديال خميره ايديال وثلث الكاس ديال زيت العود. اول حاجه غادي نعمل واحد شويه ديال المليحه بالسميده، ندير لها غير شويش. علاش خلطتها بوحدها؟ لان الكسكسو فيه الزيت وفيه الملحه. غادي نزيد غير واحد شويه د المليحه السميده. غادي نزيد عليها شويه ديال الخميره، ماشي كامله لان عندي كميه غير صغيره. صافي تقريبا نص اللي عملت. خلطهم شويش وعاد غادي نزيد زيت العود. المهم تخلط، راني كنخلط غير بيدي باش نقدر نعرف العبار. ما تكثروش الزيت، غير القياس اللي غادي يشرب لكم السميده باش ما تجيش ميدمعه بزاف. صافي هانتوما ها شربات. شوفوا كيفاش طيبه مزيان. نفور 3 ديال التفويرات. كيف كتعرفوا البلبوله كتبغي شويش طياب. الا ما عندكمش يعني ما شاطش لكم الكسكسو تقدروا تفوروا واحد شويه، غير واحد جوج كيسان، ديروا له واخا جوج تفويرات، ديوها الوقت الكافي باش تطيب لكم وتنفخ مزيان، وشربوها مزيان بالماء لان كتبغي الماء البلبوله. صافي كنفتحها هكذا شويش باش ما يبقاوش هاد الكواور. غادي نضيف عليها السميده اللي خلط. غادي نخلي غير واحد شويه باش ندهن، باش نرش على المقله. هنا تقدروا تنسموهم باللي بغيتو الزعتر، بغيتو الحبوب. انا غادي ندير شويش ديال الزنجلان وشويه ديال الحبه السوداء عفوا، كيعجبوني بزاف في الخبز ولا في الحريشات وصحيين في نفس الوقت. وانا كما قلت لكم شهيه شي حاجه اللي صحيه نيت وبلديه. نضيف معلقه كبيره ديال الزنجلان، وغنضيف معلقه كبيره ديال الحبه السوداء. اختياري كما قلت لكم، الا بغيتوهم الا بغيتوهمش ما ديروهمش. حيت كاين الوليدات اللي ما كياكلوش هذا الشيء، كياكلوش هاد الحبوب، فبالتالي بلا ما ديروهم. صافي كندمج كلشي مع بعضو.
عرفتي ما نقولش لكم على النسمه غير في تخلط وانا كنخلط نسيمه غزاله طالعه. هانتوما صافي دابا غادي نضيف الماء. هنا جبت الماء غادي نخلطها شويه بشويه. خصنا تجينا شويه خفيفه، خليت يكون خفيف شويش باش ما يجيوش الحريشات قاصحين. صافي هذا هو القياس. انا عندي معبور بهذا الكاس كيجيني هو هذاك فيه. شو ما خصكمش تكثروا الماء بزاف باش ما تجيش معمره بالماء. هانتوما هذا القياس هذا ملي تشكل لكم كره صافي، ملي تولي مشكله عندكم كره صافي هانت ما يبقاش الماء شايط فيها. صافي غادي نحط المقله تسخن. على بال ما تسخن هي هذيك تكون تشربت واحد شويه. هنا كيف شفتوا عملت كويره وغادي نوضعها في المقلاه. كنرش شويه ديال السميده بعدا باش ما تلصقش لي. مع العلم المقله ما كتلصقش، من الافضل تكون ما كتلصقش باش ما تعذبوش معاها. رشيت شويه السميده. ملي تكون المقله سخونه من الافضل زربوا شويش باش ما تحرقش لكم السميده. صافي هكا بسرعه حطيت كويره كنضغط عليها هكا كنشكل شكل دائري ونعاود نرش شويه ديال السميده من الفوق. صافي كنقدها هكا بالمعلقه باش تجيني مسطحه والشكل ديالها زوين. نعاود ندير هنا صافي. كنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل البلبوله اللي عندي كامله. هادو هما الحريشات اللي حضرناه. شوفوا كي كيجي المنظر ديالهم تبارك الله، كيجيو محمرين وغزالين هانتوما وهشاشين. ها وبلا ما نحكي لكم على اللذه ديالهم غادي نفتح معكم وحده. شوفوا من الداخل كيفاش كتجي، شوفوا كيفاش خفيفه. تقدروا دهنوها اللي بغيتو، اذواق تختلف. انا كيعجبني ندهنها بالجبن. هانتوما شوفوا تبارك الله كي كتجيو طايبه من الداخل. ها المهم اللي بغى فطور صحي ولذيذ ينوض يجرب هاد الحريشات. ما شاء الله فنين كيجيو لذاذ. ها هانتوما يا البنات، وهذا كان الفيديو ديالنا اليوم. حريشات بالكسكسو ديال البلبوله
كيجيو غزالين بزاف. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. انا اكيده غادي يعجبوكم ان شاء الله الا جربتوهم، ما غاديش تبقاو تستغناو عليهم. كنقول لكم الى فيديو قادم، وشكرا على المتابعه، وبصحه فطوركم. شكرا.